عايزة تزرعي ثقة ابنك في نفسه؟ يلا بينا، هاتلي ورقة وقلم واقعدي قدام الفيديو كده وكوباية شاي واسمعيني، وكمان اكتبي لي تعليق حلو ومشاركة ودوسي على الزراير اللي حوالين الفيديو. هقولك خبرين حلوين وخبر وحش. نبدأ الأول بالخبرين الحلوين. عايزة أقولك إن الثقة موجودة بالفعل في ابنك، مش محتاجة تزرعيها ولا حاجة. ربنا خلقنا كلنا عندنا ثقة وعندنا قدرة كمان في إن احنا نثق في نفسنا. يعني ابنك كان واثق في نفسه وقادر يقوم ويجري ويمشي ويلعب، ويقوم ويقع مرة واتنين ويقوم يقدر يجري كده ويتمشى، ومرة يقع ومرة يقوم لحد ما قدر يجري ويمشي وينجح في المشي. كده عنده ثقة ولا لأ؟ دول الخبرين الحلوين. يلا بينا بقى نسمع الخبر الوحش. يلا. الخبر الوحش ان احنا احيانا بنغلط ونقلل ثقة ولادنا في نفسهم وفي قدراتهم. اول حاجة لما يجي يعمل حاجة اقول له حاسب، مش هتعرف، اقف بس. تاني حاجة لما ما خلوش مشارك اصلا في حياتنا ولا متطلباتنا ولا مسؤولياتنا اصلا، الحاجة البسيطة حتى اللي بنعملها في بيتنا. تقدري تقولي ان 10 على 10 كده من الحاجات اللي احنا بنعملها بتقلل ثقة ولادنا وقدراتهم. والله زي ما بقولك. الخبر الحلو بقى اللي انا فوق ما فاجئتكيش بيه وانا بكلم في الفيديو واقولك ان كان في خبر حلو تاني، والاولاني اللي انا قلت خبر واحد مش اتنين. تعالي يلا اما اقولك، كملي معايا الفيديو يا اب. الخبر الحلو التاني بقى انك لو عملتي كده بالغلط مع اولادك وقللتي ثقتهم بنفسهم تقدري تصلحي الغلط ده بجد. تعالي يلا اقولك ازاي. واحد، خليه يتعاون معاكي ويتشارك لو حاجة بسيطة حتى في البيت. اتنين، حاولي تديله الفرصة ان يعمل بايده. والله بايده هو مش بايدك انت. تلاتة، اطلبي منه المساعدة، حسسيه كده ان انت مش قادرة اصلا، تعالى يا ابني ساعدني. أربعة بقى، سيبيه مرة يطبق معاك الغسيل، يغسل معاك المواعين، يشيل معاك حاجة، والنبي حتى لو نص وبنص. المهم بقى في رقم 5، المهم يلا بينا نكمل، ان تقدريه وتشكريه قوي قوي قوي. تك على الحتة دي على المساعدة الجميلة اللي ساعدها لك، كتر خيره يا ابني. كل ده بقى هيرفع ويزيد من ثقة ابنك في نفسه وقدراته، لأنه بيحس في ان هو ليه دور في هذا الكيان، يعني الذي ينتمي ليه، اللي هو أسرته، ماما وبابا واخواته. عشان كده ابني ثقة ابنك بخطوات، واسمعي الكلام. هتقولي لي عيالنا مجننانا، هقولك احنا والله مقصرين معاهم، واحنا من غيرهم حاجة بسيطة خالص، بندور عليهم في الشقق كده لما بيكون الشقة فاضية. هو ربنا يزرع في ولادنا الخير كله ويبارك لنا فيهم، اللهم امين. هقولك بقى عشان تزرعي ثقة انا بقى في جمهوري الحلو بقى متابعيني، اعملي لي لايك وكومنت ومتابعة حلوة ودعوة حلوة من قلبك. قولي لي بقى، هتقدري تعملي الحاجات دي ولا لا؟ طبعا انا ام زي انتوا امهات كده الاولاد، الحمد لله بحاول اعمل اللي انتوا بتقولوا عليه وبننجح حتى لو بنسبه 90%. بس قومي يلا وحاولي. كتير منكم طلب ان انا اعمل للصبيان زي ما بعمل للبنات فيديوهات. ادي اول كادو مني اهوت، فيديو للصبيان. عايزه مكافاه عليه حلوه كده بكومنت حلو ودعوه ليا حبايبي.